بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم في فيديو جديد ويوم جديد. لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد أنا بعمله. النهاردة بقى جاي لكم كده بروتين حلو جدا. إيه هنروق أوضة النوم مع بعض، وكان في غسيل عايز يتطبق، وهنحضر كمان الغدا مع بعض. وهنظبط شوية حاجات كده. نبدأ الفيديو. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ودوسوا لايك. قبل ما تتفرجوا على الفيديو دوسوا لايك كده. المهم كان عندي غسيل ياما جدا في البلكونة. كنت غسلاه وبس مستنيه ان انا انشره. اول حاجة كده قلت ادخل المطبخ الاول اولع على الشوربة، اعمل الشوربة عشان يعني عبال ما اخلص الحاجة اللي ورايا تكون الشوربة جهزت عشان احتاجها في الاكل يعني. المهم شوحت كده اللحمة في حتة سمنة، ونزلت بطماطم وبصل ومكعب مرقة وحتة سمنة صغيرة. وبعد كده هسيبها تتشوح كويس جدا، وتنزل كل المية اللي فيها، وحطيت لها ورقتين لورا. وبعد كده هنزل عليها بالمية السخنة، وهسيبها بقى على نار كده هادية خالص تستوي. وحطيت لها كمان شوية سكر. احلى حاجة ان انتوا تسيبوا الاكل على نار هادية، بتسوي الاكل احسن الف مرة لما تكوني مولعة النار عالية، تكون عالية. المهم بقى ده خلصت كده. ولعت على الشوربة، دخلت البلكونة هنشر غسيل. انا هنا مسرعاركم الفيديو يعني مرتين لانه كان ياما جدا. مليت البلكونة، وكمان في دورة سودا غامق كنت مشغلة الغسالة عليها. بس صراحة مش هنشرها معاكم، نشرتها في البلكونة التانية في الجنب التاني، كمان ما كفتش يعني الجنب التاني اصغر شوية من الجنب اللي انا بنشر فيه دلوقتي ده. كان برضو الغسيل ياما، لان انا بغسل مرتين في الاسبوع، مرة اللي هي دورة الغامق ودورة الفاتح اللي هو الابيض وكده. ما بقت يعني مش بغسل كل يومين تلاتة، لان احنا برضو نفرين بس اللي في البيت، بالتالي مش هنبهدل حاجات كتير في البيت. المهم بقى هنشر كده. وكمان النهاردة انا بدأت متأخر، يعني تقريبا كنا على دخول المغرب كده قمت عشان احضر الغدا واخلص الغسيل، انشر الغسيل واشوف اللي ورايا. النهارده قايمه من النوم متاخر. دخلت بقى على اوضه النوم. كان عندي غسيل ياما جدا كان في الباسكت ده. بس احنا خلاص بقينا بنسحب منه يعني. عندي مشكلة لما انا بشيل الغسيل من البلكونة وما بطبقهوش في ساعتها، بيفضل كده على البف اللي هو قدام السرير ده، وبنفضل كل يوم نسحب منه. فبالتالي بيخلص يعني. ده كان بص كان والله ده كان دورتين وخلص من كتر اللي احنا بنسحب منه. وانا مشكلتي ان انا ما بستتقل يعني بستتقل بالذات تطبيق الغسيل. لميت بقى طرحي كده والهدوم اللي هي بتاعتي وهدوم جوزي برضو حطيتها في الدولاب. وانا من امبارح عارفه ان انا هقوم اروق الاوضه، وان انا عندي دوره غسيل بيضه، فانا شلت الملايه بتاعت السرير من الصبح وكنت نقع الغسيل. كنت قايله لكم قبل كده في فيديو قبل كده ان الغساله الفوق اوتوماتيك دي ما بتنضفش. بس انا النهارده عملت بقى حاجه حلوه كده، فنضفت صراحه معايا. انا شغلت الغساله، حطيت الكلور بتاعي والمسحوق بتاعي، وكنت نقع الغسيل من بالليل لغايه الصبح. فقمت صراحه شغلتها، لقيت الغسيل نضف معايا. يعني هو الغسالة اللي هي فوق اوتوماتيك دي انقعي فيها الغسيل، لما هتنقعي فيها الغسيل هيطلع الغسيل منها نضيف. المهم بقى دخلت كده على اوضه النوم، قلبت المرتبه ونفضتها كويس، وتعبت قوي وانا بنقلها. يمكن يعني اول مره تبقى حاسه ان هي تقيله قوي كده عليا وان انا مش قادره اقلبها. بس الحمد لله ربنا قواني ان انا اقلب المرتبه تمام. وعدلتها على الجنب التاني، وبدأت كده ان انا اظبطها. وبرضو لو كان عليها تراب او حاجة برضو نفضتها كده. رحت بقى طلعت كده طقم جديد، وهبتدي ان انا افرشه على السرير. انا نفسي اشيل السجادة اللي في الارض عشان امسح الارض. بس انا شلت السجادة اللي هي من ناحيتي بس دي، نفضتها كده بره وحطيتها في البلكونة شوية.
لكن ان انا اشيل اللي هي قدام السراحة انها داخلة كلها تحت السراحة، وتحت السراحة مليانة حاجات كتير، وقدام السرير برضو داخلة نصها تحت السراحة والبف وكده. فانا مش قادرة صراحة ان انا اشيل اي حاجة دلوقتي. فانا عملت بالمكنسة بالكهرباء، لميت برضو كل التراب، انجز معايا صراحة. المهم بقى هظبط كده السرير. جت معايا بقى الطقم ده، انا كنت فرشاه قبل كده، بس مش عارفة كيس المخدة ليه اللي هو الكبير ده بقى ضيق جدا، مش راضي ان هو يعني يدخل في المخدة. فانا عندي كيس مخدة تاني زيه ما غسلتهوش، فدخل بكل سهولة. القماش ده تقريبا لما اتغسل كش شوية. المهم كمان فكيت كده الخدوديات، وهلبس بقى خدوديات جديدة يعني نضيفة، وحطيتها كده بالشكل ده كده على السرير. الأوضة ما كانش فيها تفاصيل كتير يعني، هو يا دوبك بس لميت التراب، مسحت الكومودينو، عدت على السراحة برضو. ان انا الحمد لله مش ايدي في الحاجة. خلاص قررت ان انا مش هسيب الحاجة كده واكبر دماغي منها واقول بكرة هعمل بعده هعمل، لا، لان انا في الاخر انا اللي بتعب. المهم بقى جبت كده مناديل ومسحت الجلانس، شلت الحاجة اللي جنبي على الكومودينو مسحتها وحرصها رجعها تاني. تمام. ونضفت كده الكومودينو. هروح برضو على الكومودينو من الناحية التانية، برضو هعمل فيه نفس اللي انا عملته. كان فيه برضو حاجات كده شلتها في الادراج. هخلص بقى الكومودينوهات وهطلع برضو على السراحة. ما شلتش الحاجة اللي هي على السراحة خالص، انا بس عملت بين حوالين كده المفرش اللي هي الحتت اللي هي ممكن احس ان فيها تراب، الحاجات اللي هي باينة. وعدت على البنور او اللي هو الحتة اللي فوق دي كده بالمنديل. المناديل حلوة جدا معايا، ان هي بتلم اي وبر، ما بتعملش معايا وبر، بجد حلوة جدا. ظبطت برضو الدنيا كده بس. وهجيب بقى المكنسة وهبتدي ان انا يعني بصوا ما سبتش حته في الاوضه غير لما سحبت منها تراب. هو في تراب بس تراب خفيف خالص، لان انا برضو قافله الشباك. تمام. بدأت كده اخد حاجات كده ما بين اللي هو الكرسي بتاع السراحة اللي انا حطاه هناك، وما بين السجاد كده. وجبت كمان فكيت المكنسة، الجرار بتاع الدولاب بيلم كده تراب، بدأت ان انا برضو ألمه كده وألمه بالمكنسة بس. وكنست الارض بقى خالص، وبرضه هكنس من الناحيه التانية وهشيل المكنسه. انا كده خلصت الاوضه، وهجيب بقى السجاده المشايه من البلكونه، نفضتها كويس، وهبتدي ان انا هحطها افرشها تاني، ارجعها تاني افرشها. بصوا هنا لو انتم ملاحظين ان المشايه دي اللي ما بين السراحه داخله تحت السراحه نصها، واللي هي برضو قدام السرير الناحيه التانية اللي هي المشاية الطويلة برضو داخلة تحت السراحة، وداخلة تحت البتاع. فأنا مش هقدر في الوقت الحالي ان انا اشيل اي حاجة. المهم بقى كده جبت بخور وولعت، مش يعني قلت بقى ايه الأوضة تبقى حلوة كده. وجبت كمان معطر، عطرت الستاير وعطرت السرير. خليت الدنيا زي الفل. قوليلي بقى انتوا ايه كده رأيكم. ما خدتش معايا وقت بجد، ومبسوطة ان هي الحمد لله يعني ان انا ايدي في الحاجة، ربنا يديني القوة والصحة، وان انا ما اهملش تاني ابدا في بيتي. لان النظافة من الامان ده اولا. وكل فيديو يمكن بقولها لكم اما اكون بقى عاملة روتين ولا حاجة، بحس بانتعاش وبراحة لما بحس ان البيت نضيف، انا بكون مرتاحة نفسيا بجد. لكن لما بحس ان في كركبة ودوشة كده قدام عيني فانا بتعب. المهم بقى الشرب هنا خلاص، هدخل بقى خلصت الأوضة خلاص ولميت المكنسة، هندخل بقى على المطبخ. قلت برضو ايه احضر الغدا بالمرة وبعد كده اقعد ارتاح. الشرب هنا خلاص كانت خلصت معايا. هروح بقى اعمل البامية. النهاردة كنت عاملة بامية. البامية دي انا مفرزاها. لو عايزين اقول لكم طريقة التفريز بتاعة البامية، عاملاها حلوة جدا وما اخدتش كمان معايا سوا. مفرزة كل حاجة، حتى البصل مفرزاه، ضربة البصل في الكبة على حسب بقى التقطيع اللي انت عايزاه للبصل، وشوحته كده في شوية زيت وبسيبه يبرد خالص، وبحطه في اكياس التخزين، وبيقعد معايا بالسنة في الفريزر، ما بيجرالوش اي حاجة.
المهم كده حطيت حلتين على النار، هعمل الرز بالشعرية. حطيت سمنة وحطيت شوية زيت للشعرية بحمرهم، وهنا نزلت بالبصل، برضو بشوح البصل كده، وطلعت لحمة من الشوربة واللي هي اللية دي، برضو قلت تدي نكهة كده مع البصل واللحمة. وهنزل عليها بورقة لورا، وكمان تبلت الشوربه، كنت حاطه لها تقريبا فلفل اسود بس ما كنتش حاطه لها ملح. وهنا نزلت بيه الصلصه اللي انا كنت ضربها معاكم يوم المكرونه، ده اللي كانت بقت معايا، فانا حطيتها في التلاجة وطلعتها استخدمتها على طول. بس هسيبها بقى على النار، ما خدتش معايا سوا خالص على النار لان انا كنت مسويها. هنا بقى انا الصبح كنت بسلق بتنجان. البتنجان اللي هو الرفيع ده جوزي بيحبه، لكن انا بحبه مقلي. أه بحب اقليه اللي هو بس يكون حجمه كبير. المهم حطيت الزيت كده على النار، وكانت المكرونه خلاص اتشوحت معايا ولونها بقى جولد حلو. نزلت بالرز كده وهنزل عليه بالملح والميه السخنه، وهسيبه بقى خالص كده براحته، برضو اول غلوه. وبعد كده ههدي النار عليه، اول ما بيتشرب الرز بهدي النار عليه، بس كده. هنا بقى كنت غاسله البتنجان وشلت العنقود وفتحته كده، وهسيبه بقى على النار ياخد له برضو تحميره كده حلوه. البتنجان المقلي بجد بيبقى طعمه حلو جدا، احلى الف مره من المسلوق. بس انا كل واحد ليه ذوقه، هو بيحب ان هو ياكله مسلوق وانا بحب ان هو اكله مقلي. المهم بقى هنا الصلصه خلاص زي ما قلت لكم اخدتش معايا وقت خالص. نزلت كده بالباميه، وهنزل عليها بمغرفة كده من مغرفتين يعني بسيط قوي من الشوربة، وههدي برضو زي ما قلت لكم النار عليها، وهسيبها. زودتها بس شوية ملح بساط، وبرضو كانت عايزة ملح. لما هعمل التتبيلة بتاعت التقلية بتاعتها في الاخر هحط لها ملح. انا عموما والدتي ربنا يديها الصحة ويعفى عنها ما بتحبهاش بالتقلية، يعني ما بتحطلهاش كزبرة. لكن انا جربتها وشفتها في كام حد كده بيعملها بالتقليه اللي هي زي تقليه الملوخيه، عجبتني جدا. انا والدتي بتدق لها توم بفلفل اسود بس، وفي الاخر خالص بتحطها. لكن انا هعمل لها تقليه، وجربوها بالتقليه وجربوها بالثوم كده برضو حلو جدا. وكمان كان نفسي اللي هو يبقى عندي قرون فلفل اللي هي الخضرة دي مصححة، برضو كنت بحط فيها كده القرن في البامية، بيبقى طعمها بتدي طعم حلو جدا، لكن للأسف ما عنديش. هنا بقى هروح اعمل تتبيلة البتنجان المملح سواء للمقلي او للمسلوق. حطيت توم، هريسة شطة، وملح وشوية خل وعصرة ليمونة. هبتدي بقى، بصوا انا بسلق البتنجان بالعنقود بتاعه. بعد ما بيتسلق، هو ما بياخدش وقت معاه لان هو رفيع جدا. بعد ما بيتسلق بشيله كده وبفتحه وببتدي ان انا احشيه، وبعد ما بخلص خالص بعصر عليه عصرة الليمونة، بيبقى طعمه حلو جدا، والليمون بيخليه لونه احمر كده، بجد احلى بتنجان مملح تاكليه وهو سبايسي كده بهرسة الشطة والليمون. وكمان بقى عصرت كمان على المقلي، انا كمان حشيت المقلي معاه برضو في الاخر حصرت كده الليمون. هنا بقى هنعمل التتبيله بتاعه الباميه. ضربت فصين توم وحطيت لهم شويه ملح وبصات في الكبه، وهروح احطهم فيه حبة سمنة بساط خالص على النار. واول ما التوم هيتشوح معايا هنزل عليه اللهم الهمنا بالشهادة، هنزل عليه الكزبرة الناشفة. هنا برضو كنت عاملة ليمون ملحته، بحب املحه بالعصفر وحبة البركة، بس انا غلطت يعني غلطة ومش عيب ان انا اقول عليها. انا بعد ما سلقت الليمون رميت المية بتاعت الليمون، فهي مش حلو ان احنا نرمي ميه الليمون، لا بناخد جزء منها وبنحشو بالعصفر وحبة البركة وحبة الملح وبتسيبيها. بس انا للأسف حطيت شوية مية عادي من الفلتر، وحشيته برضو بالملح والعصفر وحبة البركة، وحطيت هريسة الشطة. هنا بقى خلاص عملت التقلية شبه بتاعة الملوخية بالظبط. واول ما
قلة معايا نزلت بيها على البامية. وكده بقى خلاص الاكل جاهز، وهوريكم في الاخر آه، الاكل كان عامل ازاي. بجد كان طعمه حلو جدا. زودت كمان الشوربه اللي انا كنت اخدها منها، واحنا بنحب الشوربه، وزودتها ملح وفلفل اسود. وهروح بقى اوريكم دلوقتي لما اغرف هيكون الاكل عامل ازاي. بقى حضرنا الغدا مع بعض، بصوا بجد تحفه الاكل، بجد تحفه تحفه تحفه. هنا كده بقى وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب الفيديو يعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. استودعكم الله في امان الله، مع السلامه.